السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تانية إعدادي، عاملين إيه الأخبار؟ ده إن شاء الله تعالى الجزء الثاني من درس السياحة في آسيا وفي أوروبا. عارفك أنت يا خلبوس يلي ما شفتش الجزء الأولاني، روح شوفه وتعالى، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه فوق هنا على الشمال. بس راح فين؟ لايك وسبسكرايب الأول بقى عشان ما تتوهش مني. رحت ذاكرت؟ يا خلبوس مش حاسس. طيب المفروض بما انك ذاكرت الجزء الاولاني فهتلاحظ معايا ان احنا اتكلمنا فيها عن مقومات السياحه. لو انت عاوز تعمل سياحه على الضيق كده في البيت ولا حاجه، هتلاقي ان انت محتاج تعمل حاجتين: مقومات طبيعيه ومقومات بشريه. وقلنا ان المقومات الطبيعيه 4 مقومات مره واحده. انت فاكرها سهله ولا ايه؟ اول حاجه قال لك ايه؟ قال لك الموقع الجغرافي. معانا في اي حته تقولها اي مقوم طبيعي عاوز تتكلم عنه هتقول موقع جغرافي يا باشا. فاول حاجه موقع جغرافي، عندك مظاهر سطح، عندك مناخ، عندك تنوع نباتي وتنوع حيواني، يبقى عندك في 4 مقومات طبيعيه. طيب المقومات البشريه اللي احنا اتكلمنا عنها لو تفتكر، هتلاحظ برضه ان احنا قلنا اول حاجه مهمه قوي واهم المقومات البشريه هي المواقع الاثريه، ان يكون عندك موقع اثري من ايام زمان قوي. ايه تاني يا عم الحاج؟ قال لك برضه ان يكون عندك تنوع ثقافي واجتماعي، ويكون عندك رقم 3 او سوري رقم 3 يكون عندك بنية تحتية قوية. رقم 4 وهي ان انت يكون عندك تسهيلات للاقامه، عشان اللي جاي يقعد ده ما يبقاش جاي صد رد. اكيد مش هيجي لك من دوله لدوله صد رد يعني، ما انت اشرح لي خالتك هي. يبقى خلاص اتفقنا ان دي كده خلاص هي المقومات الطبيعيه والبشريه للسياحه. طيب خلاص بقى احنا عرفنا الكلام ده، عاوزين بقى نعرف هي السياحه ماشيه ازاي في اسيا وفي اوروبا. ايه الدنيا بتاعتها؟ ايه اخبارها؟ ايه حوارها ورايحه وجايه؟ مين الواد ده؟ وحكايته ايه؟ ومقاس رجله كام؟ فأنا هنا هبدأ أتكلم عن حركة السياحة في آسيا وفي أوروبا. خد بالك إن لو تلاحظ إن اتطورت أوي السياحة، بالأخص الفترة الأخيرة تطور ملحوظ أوي في آسيا وفي أوروبا، بل إن في بعض البلدان وبعض المدن وبعض الدول بتعد هي أهم المناطق السياحية في العالم. بص كده، فقال لك إيه؟ قال لك خد بالك لأن تطور النشاط السياحي طيب قال لك ايه؟ قال لك تطور النشاط السياحي. تطور طبعا ده لنتيجة اكيد. قال لك ده بيؤدي الى جذب الملايين من السائحين الى اسيا واوروبا، بل الى المناطق دي بالذات اكتر بكتير. فبص كده معايا، قال لك ايه بقى؟ قال لك تطور النشاط السياحي. تطور النشاط السياحي تطورا واضحا في قارتي اسيا واوروبا. اتطور بشكل كبير قوي في اسيا واوروبا، بل ان في العديد من الدول الاسيويه والاوروبيه من افضل الوجهات السياحيه، لذلك فهي تجذب الملايين من السائحين الى القاره، سواء بقى كان من داخل القاره او من خارج القاره، سواء هو نفسه من اسيا فراح يعمل سياحه في دوله اسيويه تانية، او حتى لو في نفس الدوله كمان، او ممكن يكون خارج القاره خالص. عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي، فاحنا هنتكلم عن اجمالي عدد السائحين ماشي الدنيا فيها قد ايه، بيروح كتير ولا بيروحش كتير، او مين اكتر دوله في اسيا ومين اكتر دوله في العالم وفي اوروبا. بل كمان هنتكلم عن عائدات السياحه يا صاحبي، اللي هي التقمنص، الفلوس بقى، والعملية ماشية رايحة جاية بإيه، وإحنا الفلوس في نفوس وحوارات. لو مفيش فلوس تحس إن في ناموس بيقرص. طيب ركز معايا عشان أنا جضان قوي من الحتة دي الصراحة. فالمهم، الجانب الأول اللي هي قارة آسيا، قال لك تحتل المركز الثاني. خد بالك أوروبا رقم 1 في العالم من ناحية عدد السائحين، فعشان كده اسيا هي رقم 2. يبقى احنا عكسنا شويه المره دي، ان اوروبا رقم 1 واسيا رقم 2. طيب مين اهم الدول الاسيويه؟ قال لك خد بالك دي تركيا رقم 1. كل اللي تيجي تخطبها تقول لك عايز اروح تركيا واسافر تركيا والجو ده كله. افهم بقى، انت لسه صغير معلش مؤاخذه. فعندك تركيا رقم 1 في اسيا، يبقى تركيا هي الاولى اسيويا. انا حاسس ان المايك بيخبط في داني، مش مشكله. قال لك تركيا هي الاولى اسيويا
واليابان التانية آسيويا. خد بالك اليابان، كوكب اليابان عليهم شوية حاجات وشوية مناظر وشوية يعني فله. طيب يبقى كده أولى تركيا، تانية يابان. نيجي لأوروبا، قال لك أوروبا تحتل المركز الأول زي ما قلنا. طب فرنسا مالها يا عم الحاج؟ قال لك فرنسا هي الأولى أوروبيا وعالميا. يجي من بعدها إسبانيا، عليها شوية متاحف يلا وشوية مباني من أيام العصر الإسلامي بتاع الحضارة الأندلسية لو تفتخر بحضارتك الإسلامية ولا أنت وهو. طبعا في برضك حضارات تانية قامت في الأندلس اللي هي إسبانيا حاليا، وطبعا في معماريات كتير قوي. أنا مش بقلل من إسبانيا خطيرة قوي في المعمار، بس أنا بقول لك إن برضك في متاحف من أيام العصر الأندلسي، فهي تعتبر يعني الكل بيروح عشان يبص عليها، اللي فوق الجبال بقى واللي جوه الجبال واللي فين في أي حتة مطرح ما تحب تلاقي. فأنت عندك رقم واحد في أوروبا فرنسا، باريس من آخر بلد الأنوار. المهم إسبانيا التانية أوروبيا وعالميا. يبقى رقم واحد في العالم في أعداد السائحين فرنسا، وفي أوروبا برضو. طيب رقم اتنين قال لك إسبانيا في العالم وفي أوروبا. يبقى رقم اتنين في إسبانيا، رقم اتنين في أوروبا وفي العالم هي أسبانيا. طيب بس احسن معايا كده، ركز معايا يلا. خش على اليمة التانية، ألا وهي عائدات السياحة هتكون عاملة ازاي. بس يا ولا، عندك عائدات السياحة في الجانب الأول اللي هي قارة آسيا، أهم الدول فيها هي الإمارات هي الأولى آسيويا، وتركيا التانية آسيويا. في اللي بيجيب فلوس أكتر الامارات يعني الشوبينج ودبي والكلام ده كله وبرج خليفه والحوارات دي كلها. فانت عندك بتتكلم في ايه؟ بتكلم في ان رقم واحد في العائد السياحي بتكسب قد ايه الامارات في اسيا، بعدها تركيا ما تسحش مني. طب اوروبا قال لك اسبانيا هي تاني اعلى عائدات سياحيه دوليه في العالم كله العام 24 من سنتين. المملكة المتحدة، وركز هنا لأن المملكة المتحدة هي بريطانيا، هي إنجلترا بس طلع باسم ثالث. قال لك إيه؟ المملكة المتحدة، ده اسمها الحقيقي حاليا، خد بالك. يبقى المملكة المتحدة هي ثالث أعلى عائدات سياحية دولية. طب واحنا الكلام ده بالنسبة لأوروبا، يبقى رقم واحد في أوروبا إسبانيا، رقم اتنين في أوروبا بريطانيا اللي هي المملكة المتحدة. طيب معنى كده إن أعلى قارات العالم من حيث العائدات هي أوروبا. يبقى أعلى قارات العالم من حيث الأعداد أوروبا. طب العائدات برضو أوروبا. يبقى صح كده، وأركز إن أوروبا متفوقة أوي في السياحة أكتر من آسيا، خد بالك. حلو، أخش هنا على اللي بعده وأفهم بقى. هقارن من حيث المواقع بتاعة التراث، المواقع الأثرية نفسها، المواقع اللي الناس كلها بتحب تروح لها. هبدأ أتكلم عن المواقع في آسيا والمواقع في أوروبا زي إيه وزي إيه. وخد بالك لكل حلو وحش، كمل للنهاية ما تنساش، لكل حلو وحش. يعني ايه؟ يعني اكيد هتكون في مشاكل هتقابل اسيا واوروبا، وهنعرف ازاي ان احنا نحلها في اخر الحصه. ركز كده معايا. قال لك مواقع التراث العالمي في قارتي اسيا واوروبا مالها؟ قال لك قاره اسيا تحتل المركز الثاني من قارات العالم من حيث عدد المواقع التراثيه بنسبه تقريبا قد تصل الى 29%. انا دلوقتي بقول لك ان رقم واحد اوروبا، لحد دلوقتي المتفوق اوروبا. طيب رقم واحد في اسيا، البعبع بتاع اسيا هو الصين، وبعبع العالم كله، خد بالك. قال لك المرتبة الأولى في آسيا أو الأولى آسيويا من حيث عدد المواقع التراثية. أكتر دولة في آسيا فيها مواقع تراثية الصين، البلوى. طيب المحميات بقى اللي موجودة، أو سوري المواقع بالفعل اللي موجودة، المواقع اللي بالفعل موجودة في آسيا زي محميات دب باندا سيشون العملاقة. ده نوع دب كده بيبقى عملاق، الدب الباندا اللي احنا بنحب نتفرج عليه
فقال لك عندهم محميات اسمها محميات دب باندا سيشون العملاقه. المحميات لنوع الدب ده اللي بيكون العملاق اللي بيقارب على الانقراض، صح كده، عشان ده قرب يموت وقرب ينقرض نهائيا. فقال لك بتضم 7 محميات طبيعيه. ركز، 7 محميات طبيعيه وليست بشريه، لان لو بشريه بقت متنزهات. طيب يبقى 7 محميات طبيعيه والتسعه 9 كده 9 و9 متنزهات موجوده فين؟ الكلام ده كله في الصين، بعبع اسيا. يبقى انا قلت 7 محميات طبيعيه فين؟ برضو في اسيا، و9 متنزهات في الصين. دي كده بالنسبه لمحميات دب باندا باشا اللي هو سيشون العملاق اللي خلاص احنا بنخدم عليه، ناقص يجيب الشيشه ويقعد. قال لك تقوى أكثر من 30% من مجموع حيوانات الباندا في العالم العملاقة اللي هي قاربت على الانقراض، المعرضة للانقراض في العالم. حلو، أنا قصدي أقول إيه هنا؟ قصدي أقول لك إن هي عندها في الصين دي، في المحميات دي، عندها 30% من أنواع 30% من مجموع الدببة الباندا العملاقة في العالم المقاربة على الانقراض. طيب قال لك بقى تعد من اكثر مواقع العالم. ركز قوي في الحته الصايعه دي عشان خاطر هي بعد مش قبل، يعني رقم 2 مش 1 في الحته دي. قال لك تعد من اكثر مواقع العالم في الثروه النباتيه، عندها نباتات كتير قوي مختلفه ومتنوعه، بس بعد الغابات المداريه المطيره. يا معلم افتكرها في الترم الاولاني، الغابات المداريه المطيره هي رقم 1، بعدها المحميات دي. حلو، طب ليه؟ بما تفسر او اثبت يا عم الحاج، دلل. هيقول لك لانها بتضم اكتر من 5000 نوع من النباتات، عندها اكتر من 5000 نوع تقريبا من النباتات المختلفه موجوده في المحميات دي. يبقى هي رقم 2 في التنوع النباتي. صح معايا ولا وقعت؟ خد بالك ان دي احد مقومات الطبيعيه برضه، ان هي عندها تنوع نباتي يا معلم. صح للسؤال الصايع ده. لو قال لك دلل على أن تمتلك الصين مثال قوي للمقوم الطبيعي للسياحة، ألا هو تنوع النباتات. تنوع الايه؟ النباتات، تنوع الحياة النباتية. هتقول له ازاي؟ هقول له ان عندها محميات دب باندا سيشون العملاقة. مالها يا عم الحاج؟ قال لك بتعد هذه المحميات تعد من اكثر المحميات او من اكثر المواقع التنوع في النباتات من بعد الغابات المدارية المطيرة. دي انهي محميات؟ محميات دب باندا اللي هي معرضة للانقراض. انت ايه حكايتك بقى؟ نيجي بعدها هنلاحظ بقى ان في مدينة اسمها مدينة القدس القديمة. هنا نعمل قلب. هنا نعمل ايه؟ قلب. بالمناسبة لو انتش لايك اعمل لايك واعمل سبسكرايب. انا لحد دلوقتي ان شاء الله تعالى مقرر ان هنزل مراجعة قوية قوي ان شاء الله تعالى، ربنا يوفقني ويعني هعمل مراجعة قوية قوي بالاخص بتوع الازهر عشان امتحاناتهم قربت، فهتبقى في مراجعة شاملة كل المنهج وبرده كمان مراجعة الوحدات. فانا خد بالك ان انا بتكلم عن مدينة القدس القديمة واسوارها لانها مشهورة قوي بالاسوار القديمة عشان تحميها. زي ايه يا عم الحاج؟ قال لك مدينة القدس هي ليها قيمة كبرى في الديانات السماوية، والدين عند الله الاسلام ما تنساش. بس بالنسبه للديانات اللي نزلت زي اليهوديه المسيحيه الاسلاميه، الثلاثه عندهم قلوب متعلقه بالمكان ده. ليه يا عم الحاج؟ قال لك ده فيها قبه الصخره، مسجد قبه الصخره اللي تم بناؤه في القرن السابع الميلادي، وده خد بالك قوه في الهندسه لانه بيتميز بزخارف باجمل الاشكال الهندسيه والنباتيه، باجمل الاشكال الهندسيه والنباتيه. رقم 2 عندك كنيسه القيامه، كنيسه الايه؟ القيامه. رقم 3 عندها حائط البراق
وده بتاع البعد مالناش دعوه بيه. يبقى احنا كده بنتكلم ان مدينه القدس، هل هي المدينه دي تفتقر الى المواقع التراثيه؟ لا، ده عندها تنوع تراثي، بل كمان بيتاثر بيها كل الديانات السماويه، نتيجه انها عندها قبه الصخره، عندها كنيسه القيامه، عندها حائط البراق، واكتر من كده كتير كمان. طيب، على الجانب الثاني مدينه اسمها مدينه البتراء في الأردن. قال لك هي واحدة من أشهر المواقع التاريخية في الأردن. فين؟ في غرب آسيا. يبقى أحد أشهر المواقع التراثية في غرب آسيا فين؟ في الأردن، مدينة البتراء. قال لك هي كانت مأهولة بالسكان في فترات ما قبل التاريخ، ومنقسمة إلى قسمين. الجزء بتاعها بتاع المدينة له جزئين، نص تم تشييده كبناء عادي كأنك انت بنيت فوق الأرض، والنص التاني مبني داخل الجبال. قال لك تم حفره داخل الجبال، وفيها تمتزج تأثيرات التقاليد الشرقية القديمة مع الهندسة اليونانية القديمة. يعني فيها تأثير كبير قوي ما بين، أو فيها امتزاج، اختلاط ما بين الحضارة التراثية الشرقية وبين الهندسة اليونانية القديمة. يعني عملنا شغل عالي قوي في المدينة دي. بالك وهكون تهت مني، ركز معايا. احنا داخلين دلوقتي على قارة أوروبا. قارة أوروبا عشان تبقى عارف هي المركز الأول بين قارات العالم. لو تفتكر لما قلت لك إن أول قارة على العالم من حيث مواقع التراث العالمي هي مين؟ قارة أوروبا. قال لك بحوالي 40% لوحدها من مواقع التراث اللي في العالم كله. قارة إيه؟ قارة أوروبا. طيب، قال لك تحتل إيطاليا المرتبة الأولى في أوروبا حيث عدد المواقع التراثية. يعني رقم واحد في أوروبا في المواقع التراثية قال لك دولة إيطاليا. يبقى مين أكتر تنوعا أو الأكثر في المواقع التراث العالمي في قارة أوروبا؟ تقول لي دولة إيطاليا. طيب، إيه هي الأهم الأمثلة على المواقع التراثية اللي موجودة بالفعل في قارة أوروبا؟ لو أنت جاي لي من فيديو الشورت الموجود على قناتي على اليوتيوب فأنا بحبك قوي. ده ليه؟ ده طبعا لان انا حطيت فيديو شورت، فيديو قصير على اليوتيوب تقريبا اقل من دقيقة، مش حوار يعني. ده لان انا فيه وضحت النطق الحقيقي والصحيح لحديقة فاتنا جوكل. المفروض ما اسمهاش كده ولا حتى بالكاف. انصحك تشوف الفيديو اللي انا نشرته على اليوتيوب، كان فيديو صغير زي ما قلت لك اقل من دقيقة، كان فيديو شورت. شفت الفيديو، عملت لايك، كومنت، خد قلبي تاني، قلبي يلا. هكتب هنا على كده اسمك على الحته دي. استكمالا للحصه، فالمفروض تكون عارف ان من امثله التراث العالمي في قاره اوروبا حديقه قال لك حديقه فاتنا جوكل او فاتنا كوكل. حلو. الحديقه دي فيها منطقة بركانية شهيرة قوي، ده فيها 14% من مساحة ايسلندا. المنطقة البركانية دي هي لوحدها عندها 14% من مساحتها في ايسلندا منطقة بركانية. طيب، بتضم 10 براكين مركزية. عندها كم بركان؟ 10 براكين، 8 منهم تحت الجليد، يعني غالبا مش هيحصل لهم حاجة، ولكن في 2 أشرار. قال لك 2 منها من بين أنشط البراكين في أيسلندا، وأكتر براكين عاملة قلق هما الاتنين دول. يبقى هي عندها 10 براكين، 10 براكين مركزية، 8 تحت الجليد، و2 من أنشط وأخطر البراكين اللي موجودة في أيسلندا. أيوة، شايفك اللي قلت يا لهوي لو انفجر. أهو ده اللي بيحصل، إن يكون في ثورانات بركانية بتؤدي إلى مصايب. تابع معايا، بص كده. قال لك تتسم هذه المنطقة بالفيضانات المفاجئة الناتجة عن حدوث انهيارات على جوانب الأنهار الجليدية. لحد دلوقتي تقول لي مستر مش فاهم حاجة، هو بركان ولا مش بركان ولا ايه حكايته؟ ايه الحكاية بالظبط؟ انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ هقول لك يا حبيبي فهمني. دلوقتي لا قدر الله لو في بركان انفجر جنب حته تلج، من الذكاوه كده بمفهوميتك انت كده، حته تلج موجوده
وانفجر البركان، ايه اللي يحصل فيها؟ هتسيح. طب ما تسيح هتغرق اللي جنبها، ما ده الفيضان يا حبيبي، فوق. يبقى قال لك ايه؟ تتسم المنطقه بالفيضانات الناتجه عن حدوث انهيارات على جوانب الانهار الجليديه بسبب ايه؟ حدوث ثوران ايه؟ بركاني. في ثوره بركانيه كده بتحصل، بتنفجر، تطلع كده مره واحده، بتلاقي البركان خرق كل اللي فيه تقريبا، فبيغرق كل اللي حواليه من جليد، فبيسيحوا، بيحصل انهيار جليدي على جوانب الانهار، وتغرق الدنيا، فيضانات، ويبقى فيه تسونامي عالي بقى وجو حركات، والدنيا تبقى خربانه هناك في ايسلندا. طيب قال لك ادى الحدوث المتكرر لظاهره الفيضانات اللي بتحصل كتير قوي الى ظهور حته صيعه. هي مشكله شويه وخطر، بس ده خطر بيئي طبيعي، سبحان الله بيكون ليه حته ايجابيات. سبحان الله، قال لك ظهور سهول رمليه واوديه فريده من نوعها. مش اي مكان تشوف فيه السهول دي، تلاقي كده في وسط وادي وفي وسط سهل زراعي، تلاقي فيه رمال، سهل رملي كده وسط الوادي، منظر جميل يالا تحبه كده وتحس منظر كده يبقى جميل. بالمناسبه اوعى تكون ما عملتش لايك. ايه ده، انا بحبك يالا، ولا اخد بق ينسون واجي. انا حرفيا بيطلع عيني في المونتاج بسبب الحركات اللي عملها دي، ان انا اسيب الشرح واروح اخد بق واجي. هو كده بيبقى زوري مش قادر، لان بشتغل غالبا بعد حصصي في الدرس، فلما بخلص الحصص اللي ورايا بصور، واوقات في وسط اليوم، فبيكون اصلا حنجرتي طلعانه عينها يعني. اجرك الله بقى ما تحسش بالكلام ده، فتلاقي ايه؟ لازم الين كده العمليه وازيدها شويه، حبيت ينسون قهوه تجيب الاجل كده يعني. طيب ركز معايا، لان هنا بقى هبدأ اتكلم عن مناطق تانية. انا قلت اول منطقة لو تفتكرها مدينة فاتنا جوكل. فاتنا ايه؟ جوكل. طيب قول لي كده، هي انهي اسد صحيح؟ النطق الصحيح لكلمة الحديقة بتاعت فاتنا جوكل، ولا النطق الغلط اللي احنا عارفينه اللي هي باسم فاتنا جوكل؟ اكتب في الكومنتات وقول لي انهي اسم شايفه سهل بالنسبة لك. المهم، من تاني المواقع التراثية قال لك المساكن المعلقة حول جبال الألب. مساكن معلقة يعني ايه؟ يعني اماكن مبنية عالية شوية كده تحسها معلقة. المساكن المعلقة حول جبال الألب قال لك توجد في 6 دول أوروبية. كم دولة؟ 6 دول، أولهم ألمانيا، إيطاليا، النمسا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا. هي عنتر كلافات جلوكيار تراوما. حد أمك لو لمحتك هنفخ دبانة مهزقة. ركز معايا ما تسحش مني، فك كده، الدنيا مش مستاهله، امتحانك بعد كام يوم، المشكله ما تسقط عادي يعني، هي اول مره اصلا. المهم، يضم الموقع ده بقايا مستوطنات ترجع الى عصور ما قبل التاريخ. خد بالك من اهميه الموقع ده، ان فيها مستوطنات، يعني كانت مساكن شعوب حقيقيه كانت عايشه في المكان فيه. اخشع يا. المهم المساكن دي قال لك كانت بتضم مستوطنات حقيقية كان بيعيش فيها شعوب ما قبل التاريخ زمان قوي، فقال لك بتضم بقايا مستوطنات لعصور ما قبل التاريخ. طيب المساكن دي قال لك بنيت على ضفاف البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة. هي في أي حتة فيها بلبطة هتلاقيها موجودة، اللي كانت موجودة وقتها في الفترة دي، سواء بقى أنهار، سواء بقى بحيرات، سواء بقى أراضي فيها رطوبة والدنيا لذيذة كده والدنيا حلوة فيها بلبطة. الأماكن دي موجودة دلوقتي؟ لا، ده كانت موجودة فيما قبل التاريخ. طبعا ليها بقايا ولها آثار، ما احنا بنروح ننظرها ازاي؟ بنزورها عشان خاطر لسه آثارها موجودة، فهي اسمها موقع تراثي عشان كده فعلا، عشان خاطر احنا بنروح نزورها فهي موجودة. اليمة التانية مدينة البندقية. المدينة دي تأسست في إيطاليا، هي رقم 1 في المواقع التراثية في قارة أوروبا، اللي هي أولى قارات العالم في المواقع التراثية، اللي هي كم في المية من مواقع العالم كلها؟ قال لك 40%. حبيبي آسيا كام؟ شاطر، 29%. طيب قال لك ان هي تأسست في ايطاليا في القرن الخامس الميلادي. يبقى تأسست في القرن الخامس الميلادي فوق ارخبيل. ارخبيل يعني ايه ارخبيل؟ حبيبي مش مستاهله. ارخبيل دي يعني مجموعه من الجزر جنب بعض، جزر كده صغنونه كده، حبه كده يعني من قلبك يحبها، جنب بعض عملوا جزيره كبيره قوي اسمها ارخبيل، فهي مجموعه من الجزر
قال لك وصل عددهم ل 118 جزيره. متخيل العدد ده كله قد ايه في المدينه بتاعت البندقيه اللي فوق ازاي مش عارف. المهم قال لك هي فوق أرخبيل من الجزر يتكون من 118 جزيرة صغيرة المساحة. 118 ايه جزيرة هي موجودة فوق الأرخبيل ده يعني. طيب تعد المدينة بالكامل تحفة هندسية معمارية استثنائية. ليه؟ قال لك ده انت تحسها ان هي بتطفو على مياه البحيرة اللي موجودة حواليها، تحس انها كأنها عايمة على المية. طب بالذمة مش ده تلسع فيها صورة حلوة؟ المفروض ان المنظر ده بيمثل مشهد طبيعي لا ينسى، ما تنفعش تنساه. ده مدينة كاملة تحسها انها كأنها عايمة على قلب البحيرة، عايمة على قلب المية. فده يعمل ايه؟ قال لك ألهم جماله الفنانين والمبدعين، يروحوا يبصوا عليه يحسوا بإيهام وإلهام بينزل عليهم. الهام تنسيش، اللام والياء بيجتمعوا مع بعض يدونا لمياء، اسمك الحقيقي ما تنسوهوش. طيب يبقى المفروض ان المدينه اللي بتعوم على وش الميه ده بيدي الهام الى الفنان او المبدع او الرسام اللي هو هيرسم اللوحه، فلما يبص على المكان والمنظر الجميل ده هيخليه ان هو عاوز يرسم المنظر ده، فهيبدع في رسمه. طيب تفتكر ان كل حلو ملهوش جانب سيء؟ لا، اكيد في جوانب سيئة في اي حاجة. عشان كده يقولك ان في بعض المشاكل اللي بتقابل اسيا واوروبا في السياحة. يبقى في مشاكل بتقابل اسيا واوروبا فين؟ في السياحة. وازاي هتغلبوا عليها، او ايه هي الجهود اللي بيعملوها وبيبذلوها علشان خاطر يتغلبوا على مشاكل السياحة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. هنعرف، ركز معايا. يبقى المشكلات التي تواجه السياحة في قارتي آسيا وأوروبا. قال لك تواجه السياحة في آسيا وأوروبا عدة مشاكل، أولهم التقلبات الاقتصادية. عارف انت صاحبك أو صاحبتك اللي يكون عندها تقلب مزاجي، اهربه وسيبيها وامشي. يبقى دي خسارة بالنسبة لك ان هي متقلبة المزاج. الا لو هي فيها حتة طيبة فبرضه سيبيها وامشي، معلش يعني. خلي الخير ده للناس بتوع الخير، احنا مش بتوع خير والله. اللي يذاكر المنهج ده مش بتاع خير. يبقى أول حاجة قال لك التقلبات الاقتصادية هي أول مشكلة حقيقية في السياحة في آسيا وأوروبا. تاني حاجة قال لك الأحوال المناخية المتطرفة، إن يكون فجأة حر فجأة برد. مش بس كده ان ده اسمه تقلب مناخي، لا، ده المقصود بيها كمان ان في اماكن برد قوي، بس ما في يعني ما حتى مش تقلب شويه حر، لا برد قوي قوي. ومكان تاني ولعه نار. فدي اسمها اماكن متطرفه في المناخ. فعشان كده دي مشكله فين؟ في السياحه، ان بعض المناطق وبعض الدول عندهم مناخ يعني متطرف. المشاكل بقى الحقيقيه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي في آسيا وأوروبا. أول حاجة في قارة آسيا قال لك ضعف شبكات البنية التحتية والنقل الجوي. أول مشكلة إيه؟ ضعف شبكات البنية التحتية والنقل البري والجوي. ما هو شبكة بنية تحتية بتاعت الإيه؟ البري والجوي. طيب زي مين؟ قال لك زي كمبوديا وزي أفغانستان. أفغانستان يا ولا وايه واليمن. صحصح معايا بالله عليك، صحصح معايا عشان خاطر تنجح باذن الله. ما هو انت لكل مجتهد نصيب، ومش كل مره هتصيب. فمش كل مره هتخش الامتحان تنقل كلمتين تلاقي ربنا كرمك ونجحت. لا 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 لا، ممكن يكون فخ، ممكن يكون فخ. لا تأمن يا ولدي، لا تأمن. اخد بقي انصم واجي، بتغسل الزور والله. طيب ركز معايا. قال لك تاني حاجة هي صعوبة الحصول على التأشيرات. عشان أسافر البلد دي أو الدولة دي لازم أخد تأشيرة. بيطلع عيني فيها، يسألني ده أنا مش مجرب خالص والله. فيقول لك لازم تعمل تأشيرة عشان تسافر، وهيطلع عينك فيها. طيب خد بالك إن إحنا هنقول على حلول مشكلة حلتها الإمارات وصياعة الإمارات عملت لها حل جامد قوي هنعرفه برضه. بس ان في مشكله زي صعوبه الحصول على التاشيرات السياحيه.
دي تاني مشكله. طيب تالت مشكله ارتفاع تكاليف الرحله السياحيه، اروح مكان ادفع فيه شقه عمري كله مش خارج والله ما رايح. رقم 4 ضعف الحملات التسويقيه خاصه لدول وسط اسيا. خد بالك ان التسويق مش تسويق السمعه، والله لا، انا قصدي التسويق. التسويق ده او اللي هو بيقولوا عليها الميديا باينج، اللي هو انت بتعمل تسويق بتاع الميديا والشغل ده. التسويق ده هو تقريبا اللي بينجح اي حاجه طالما هي كويسه. بل للاسف اوقات بتعمل بروباجندا لمنتجات او لمجالات او اي خدمه ممكن تكون سيئه بس هي اسم فقط لا غير. رقم 5 قال لك وجود بعض المشكلات السياسيه. وجود بعض المشكلات السياسيه في بعض الدول زي لبنان والعراق وافغانستان. سيادتك بتسمع عن بعض المشاكل في لبنان، العراق، افغانستان؟ ما اعتقدش انت تسمع عنها قوي، بس دي انت لسه صغير. يبقى قلت قارة آسيا فيها بعض المشاكل، فيها ضعف بنية تحتية، عندها مشكلة في صعوبة الحصول على التأشيرة، عندها مشكلة في إن التكاليف غالية وعالية، عندها مشكلة في إن مفيش تسويق زي ما قلنا في وسط آسيا. هل سمعت عن منغوليا؟ ما أنا عن نفسي بتاع دراسات وبتاع جغرافيا وتاريخ ما سمعتش عنها. عندها إيه؟ ده ليه؟ ضعف تسويق يا حبيبي. لكن تسمع عن جزر المالديف، ليه؟ تسويق. رقم 5 ما تنساهاش ألا وهي وجود بعض المشاكل السياسية زي لبنان والعراق وأفغانستان. نروح على أوروبا عندها مشاكل عادي، دي قارة يعني ما هياش ملاك يعني بس خد بالك بيني وبينك هي مشاكل عبيطة وتافهة ومش ملموسة على أرض الواقع. قال لك إيه؟ قال لك إنها عندها زحمة شديدة، يا عيني عندهم ناس كتير قوي بيروحوا لهم، دي مشكلة مش عارف ليه. زي روما في ايطاليا، باريس في فرنسا، برشلونه في اسبانيا. اللي هي روما في ايطاليا، باريس في فرنسا، برشلونه في اسبانيا، من اكثر المدن ازدحاما من السياح في اوروبا. الازدحام ده ادى الى ايه؟ اول حاجه ادى الى حدوث ضغط كبير على البنيه التحتيه. وانا بقول لك مفيش اي حاجه، عادي ولا اي حاجه، هم ناس طريه شويه مالهاش دعوه. المهم اليمه الثانيه قال لك تدهور الموارد الطبيعيه بسبب كثره الزيارات والرحلات السياحيه. ان هم عندهم بعض الموارد الطبيعيه بدات تتدهور. وانا بقول لك ولا ده حصل ولا ده حصل، هي مشاكل ناس اغنياء مالناش دعوه بيهم. يعني هي حاجات كده بسيطه، بس تبقى عارف ان اوروبا بالنسبه لدول متقدمه قوي شايفين ان هم عندهم مشكلتين، او عندهم مشكله بتؤدي الى نتيجتين سلبيتين. اول مشكله الازدحام الشديد، زي روما في ايطاليا، مدريد في اسبانيا. غلط، صح معايا، برشلونه في اسبانيا. خد بالك انا مدريدي عشان تبقى عارف، تمام. وباريس في فرنسا، بلد الانوار، مدينه الاضواء، باريس في فرنسا. يبقى دول 3 مدن مزدحمه قوي ادت الى ضغط على البنيه التحتيه وتدهور الموارد الطبيعيه. بس مش مستاهله تحوير بقى وتقول ويمين وشمال، لا هي سهله، ادت الى الضغط على البنيه التحتيه. رقم 2 ادت الى تدهور الموارد الطبيعيه، بس الموضوع سهل. طيب رقم 2 في المشاكل اللي موجوده في قاره اوروبا من ناحيه السياحه، قال لك ارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونيه. دي ممكن تكون حقيقيه فعلا، وخد بالك المانيا بدات تعالج الموضوع ده. يبقى قال لك ايه؟ قال لك ارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونيه بسبب كثره رحلات السفر. بيروح لنا ناس كتير قوي، بيسافر لنا ناس كتير قوي، فبيحصل ابخره بقى وانبعاثات كربونيه نتيجه السفر الكتير. فدي مشكله حقيقيه فعلا، بس مش قال لك عدم الاستقرار السياسي والامني في بعض الدول. فاكر المشكله اللي في لبنان والعراق وافغانستان، وهو ان عندهم مشاكل سياسيه وشويه صراعات كده؟ اهو نفس الفكره، بس احنا بنتكلم عن مشكله ليست سياسيه بشكل كامل، ولكنها مشكله حقيقيه على ارض الواقع، لان في حروب بينهم. يعني مش بس مشاكل سياسيه وكده، لا، ده مشكله حقيقيه على ارض الواقع. حروب بين روسيا الاتحاديه واوكرانيا، بينهم حروب من ايام كورونا تقريبا، مش كده؟ من ايام كورونا. فقال لك
عدم الاستقرار السياسي والامني في بعض المدن السياحيه. طب ليه؟ بسبب الحروب زي الحروب الروسيه الاوكرانيه. طيب دي مشاكل. طيب للاسف انا لاحظت ان الباوربوينت اللي انا جايبه كان ناقص اخر سلايد، اخر صفحه فيه يعني من الشغل بتاعي، وغالبا كده انا نسيت اضيفها. انا فاكر ان انا صممتها، ولكن اتفاجئت وانا بشرح دلوقتي ان الدرس خلص. عندي المشاكل في قارة اسيا واوروبا في السياحة، ولكن طبعا هنتدرج الامر، فمعلش استحملوا، مش هيكون موجود على الشاشة اللي ورايا، ولكن انت تكون عارف ان هم ازاي قدروا يعملوا بعض الحلول للمشاكل دي. فقال لك جهود قارة اسيا واوروبا لحل المشاكل السياسية. اول حل خالص لو تفتكر احنا قلنا اصلا ان في مشكله بتقابلهم في قاره اوروبا، اللي هي مشكله ايه؟ الانبعاث الكربوني. اول حل قال لك التوجه الى السياحه المستدامه بتقليل الانبعاثات الكربونيه اللي هي ثاني اكسيد الكربون، والاعتماد على الطاقه النظيفه. لازم يعتمدوا على الطاقه النظيفة المتجددة اللي ما تأثرش على البيئة. فدي أول حل. طيب الحل الثاني وهو بيخص لو تفتكر تدهور الموارد الطبيعية والبيئة التحتية والبنية التحتية. فهو عاوز يشجع على السياحة البيئية بس مع وضع قواعد صارمة لاحترام والحفاظ على البيئة. الموارد البيئية لازم نحافظ عليها ونحافظ على السياحة نفسها. فأنا هعمل فعلا سياحة بيئية كل حاجة والدنيا فل، بس احافظ على ايه؟ البيئة. وده تاني جهد بيبذلوه علشان يحلوا المشاكل اللي عندهم. الحل الثالث ان هم يحدثوا البنية التحتية. لو تفتكر ان في بعض الدول في قارة اسيا عندها مشاكل في البنية التحتية زي كمبوديا. طيب الدول دي لازم ليها حل ان هي تعمل ايه؟ تحديث وتطوير البنية التحتية، وسائل النقل والاتصال بين الدول وبعضها وداخل الدولة نفسها كمان، عشان اللي جاي لك يعمل سياحة يعرف يتنقل براحته. رقم 4 والحتة الصايعة بتاعت الإمارات، وهو إصدار التأشيرة الإلكترونية. إن أنت تفتح الموبايل بتاعك عن طريق الموقع معين، تحط الباسبور او تحط رقم، يعني انا ما اعرفش الاجراءات تمشي ايه بالظبط، لان ما جربتش اسافر الكترونيا ولا جربت حتى ورقيا، يعني خزانه حزان والله. المهم فما جربتش، ما مرتش بالتجربه، فمش ههبد معاك، بس انا اسمع عنها كويس قوي ان هم عندهم تاشيرات الكترونيه. بتفتح موقع معين، تكتب البيانات اللي هم عاوزينها، تديهم اللي هم عاوزينه، بتصوروا وتحطه كملف او كصوره ايا كان، بياخدوه بانهي اسلوب بالظبط، اي طريقه. بعد كده بتعمل ايه؟ تقديم، وبيبدا يتابعوا معاك ويعرفوك اذا كنت اترفضت ولا اتقبلت. دي اسمها تاشيره الكترونيه. مين اللي عملها؟ الامارات. مين اللي عملها؟ الامارات وتركيا. الامارات وايه؟ وتركيا. اخر حل وهو السعي لوضع تاشيرات موحده لمجموعه من الدول. ممكن تاشيره واحده اخش هنا وهنا وهنا والدنيا لذيذه، دي اسمها تاشيره موحده، ان اقدر اتنقل بين بلاد معينه، بتكون ايه؟ عامله زي يكون حلف مع بعضها كده، او تكون عامله منظمه. منظمه. اهو احنا كده جينا بقى للدرس الرابع. فخد بالك، لو انت وصلت لحد هنا فخد قلبي، يلا خد قلبي، لانك شاطر وانت انسان محترم وبتجتهد، وربنا هيديك على قد اجتهادك باذن الله، وان شاء الله هتنجح وربنا هيكرمك. بس اياك تنسى اللايك والسبسكرايب والكومنت عشان الفيديو ينتشر، فانا اكسب ثواب وانت كمان تكسب ثواب، ونشارك الاجر سوا كده وانت، وننصص مع بعض يوم القيامه باذن الله. يلا فاياك تنسى انك تتابع القناه، تعمل لايك، تكتب كومنت جميل، واستنى الدرس الرابع عشان هينزل قريب مش بعيد. فركز وفعل زر الجرس عشان الدرس الرابع لما هينزل هيكسر الدنيا ان شاء الله تعالى، لانه يعني رخم شويه حبتين ودش كتير، فلازم تكون مصحصح ومركز ومدقدق، تبقى كده عيل دقرم. يلا خليك دقرم، دقرم يعني تكون كده عيل فهمان. تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصل لك الدرس الرابع وتكون متابع اول باول.